جبنة الموتزاريلا دايما بتبقى عندنا في التلاجة عشان الولاد بيحبوها. فجبنا دلوقتي معلقة زبدة، عليها حبة زيت زيتون، عليها 3 فصوص توم كده مفرومين متخزنين عندنا برضو في الفريزر، ومعلقتين صلصة نحطهم كلهم على بعض، ونحط فيهم اللحمة المفرومة بعد ما خرجناها من الفريزر. طبعا لازم بنديها طعم شوية علشان الكانيلوني هيبقى عندنا سريع ومش هياخد حاجة تحت الشواية يعني. كل ده زي ما احنا شايفين كده اللحمة المفرومة سخنة، وهنحطها في الرقاق الطري ده. على فكرة الرقاق الطري ده بجيبه من الستات الطيبين كده اللي قاعدين بيعرضوا أكلهم وحاجتهم والشطارة بتاعتهم. دايما بيبقوا عاملين الرقاق عاملين سواء الطري أو الناشف. فدايما بنحاول برضو ان احنا نشتري منهم علشان نساعدهم ويعني يكسبوا رزق حلال من تعبهم وشقيهم يعني. فبس بعد ما لفينا كله بقى زي ما حضراتكم شايفين كده، هنجيب الجبنة ونرشها فوقيها، ومتاخدش تحت الشواية بالظبط 5 دقايق، قعدت تحت شواية 5 دقايق. والجبنة تحفة بتفرش بسرعة، وزي ما احنا شايفين كده طلعي وجبة سريعة. عايزة تعملي جنبها بطاطس محمرة زي ما انتي عاوزة، نحط بس جنبها مخلل كده وحاجات او مستردة شيبسي كاتشب اللي عندكم حطوه. بس فعلا وجبة سريعة، وفعلا بتفيدك جدا وقت ما تكوني مستعجلة، وقت ما تكوني وراكي حاجة، عندك تمرين ما نازلة مع الولاد بسرعة عايزة تعملي حاجة سريعة. يلا جربوها ويا رب تعجبكم، وبألف هنا. باي باي، اشوفكم على خير.